ده فخ ولا مش فخ بذمتك؟ اولا انت من حقك كل ده. الست ذات القيمة العالية بتطلب حقها كله على بعضه، مش عشان تاخد شوية حقوق تتنازل عن حقوق تانية. يعني مش عشان أنا يبقى من حقي إن أنا أشتغل يبقى أنا لازم أصرف مع جوزي في البيت، لا. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم من على الكنبه. عايزاكم تقولوا لي ايه الافضل بالنسبه لكم، ان احنا نتكلم في مكان يعني تصوير فيه شكله بروفيشنال اكتر، ولا نتكلم كده على قعده على الكنبه او السرير زي الصحاب؟ فقولوا لي برضو في الكومنتس انتوا ايه افضل خلفيه بالنسبه لكم. How to be a high value woman، او ازاي تبقي ست ذات قيمة عالية، ازاي تبقي ست بتفرض احترامها على الجميع، بتفرض احترامها على الناس اللي بتعمل معاهم في الشغل، الزوج، الاهل، الصحاب، القرايب، اي حد يحسوا ان انت حد ذو قيمة، ست كده مش اي ست يعني. طبعا انت مستنياني بقى اقولك ازاي تبقي شريرة، وازاي تبقي قاسية القلب، وازاي ما يهمكيش حد، وكل الكلام اللطيف ده. هو الحقيقة كل الكلام ده مش حقيقي. يعني الست اللي بتكون ذات قيمة عالية ما بتكونش أبدا قلبها قاسي أو بتكون أجريسيف، أبدا أبدا. هي بتكون في الأول في الآخر أنثى، ومن مواصفات الأنثى إن هي تكون طيبة وحنينة وعندها رحمة. اول صفه معانا النهارده هنتكلم عنها ازاي تبقي هاي فاليو وومن، ان انت تبقي ست قلبك طيب، عندك رحمه، طاقتك الحلوه بتنتشر في المكان اللي انت موجوده فيه. يعني سواء قعدتي مع اهلك، قعدتي مع جوزك، قعدتي مع قرايبك، انت كده في طاقه حلوه بتنشريها في المكان. قعدتك حلوه، بتتكلمي بطريقه كويسه، ما بتجرحيش حد، بتنشري كده البهجه والسرور في المكان. زي ما بيقولوا كده، لو جوزك اداكي حيطان انت اللي بتخليه بيت، انت اللي بتخليه سكن. وكذلك اي مكان انت بتبقي موجوده فيه بتحسسي الناس اللي فيه ان هو اتملى بالدفى. نقدر نقول باختصار شديد ان انت ست طيبه، لكن محدش يقدر يجي على حقها، عارفه قيمتك لكن مش متكبره. بصوا انا مصدقه في حاجه، ان غالبا الشخصيه المتكبره بيكون عندها نقط ضعف بتحاول تداري. يعني تخيلوا معايا كده، لو انسانه سويه نفسيا وعاقله وواعيه، بس عندها حاجات كتيره قوي او عندها نعم كتيره قوي، فهي هتبقى عارفه كويس قوي ان هي ما تتكبرش على اللي حواليها او ما تتعالاش على اللي حواليها، لان عارفه كويس قوي ان هي كانت ممكن تبقى مكان حد من الناس اللي هي عايزه تبين لهم انها احسن منهم. وده الانسان العاقل الواعي السوي نفسيا، اللي ما عندوش مشاكل مثلا في الطفوله، ما عندوش مشاكل او عارف يصلح مشاكله، ما عندوش مشاكل نفسيه. لكن الانسان المتكبر هو غالبا انسان عنده نقطه ضعف بيحاول يداريها بان هو يحاول يحسس اللي حواليه ان هو اعلى منهم. ففي الحالتين كده، او يعني في الحاله دي بتكون شخصيه، لا لو حد فاهم كويس قوي، لو حد فاهم كويس قوي في الشخصيات وفي البني ادمين، هيحس ان انت شخص اي كلام، لان انت متكبر عشان بتداري نقطه ضعف فيك. فانت متواضعه وسويه من كتر ما انت حاسه بقيمه نفسك، لكن ده مش معناه ابدا ان حد ممكن يجي على حقك. تاني حاجه الست ذات القيمه العاليه بتعملها، هي انها لا تؤمن بالمساواه بين الراجل والست. عارفه ان الكلام ده هيكون صدمه لناس كتير، وازاي دي حرب ان الستات بتحاربها من زمان، وعايزه مساواه بين الراجل والست. هكلمكم هما ازاي بيوقعوكوا في الفخ دلوقتي. اولا عشان بس احط لكم هيدلاين كده علشان ما تقعوش مني، هو المساواه غير العدل. العدل يختلف تماما عن المساواه، وهشرح لكم الموضوع بالتفصيل، بس بعد ما اقول لكم ايه هو الفخ اللي هم قاصدين يوقعوكوا فيه. لمجرد ان انت تاخدي حقوقك العاديه، ان انت تتعلمي زيك زي الولد، ولو انت هتكملي تعليمك مثلا بره مصر او بره البلد اللي انت فيها، فاهلك يوافقوا ما يعرضوش ويقولوا الولد اوكي بس البنت لا، مع ان هو في الدين طالما هي مع صحبه امنه مفيش مشكله. ولكن عشان يحصل ده، علشان تمشي في الشارع تحترمي، محدش يتطاول عليكي او محدش يعكسك او يضايقك لمجرد انك ست او حاسس ان انت اقل او اضعف منه، علشان تنزلي تشتغلي ومحدش يمنعك ان انت تنزلي تشتغلي، مع انه برضه في الدين طالما انت بتأدي وظيفه ليها اهميه فمحدش من حقه يمنعك ان انت تنزلي تشتغلي، وكل الكلام ده. وعلشان القوامه اللي ناس كتيره قوي فسرتها بشكل غلط، القوامه اللي هي انه الراجل يقوم على يعني يقوم على امورك. القوامه مش ان هو افضل منك، ويقوم على امورك. فبدون ما نخش برضو في تفاصيل دينيه، يعني فعشان تاخدي كل ده، هو اولا هيقولك انت سترونج اندبندنت وومن، ولازم عليكي حاجات تعمليها عشان تبقي كده. اولا انت ست قويه، ما ينفعش تضعفي،
الست القوية ما بتضعفش ابدا. الست القوية بتنزل تشتغل وبتصرف على نفسها، مش محتاجة حد يصرف عليها. الست القوية لازم تشارك جوزها في المصروف. طالما انت قررتي ان انت تنزلي تشتغلي وتبقي زيك زي الراجل، يبقى هتساهمي في مصروف البيت زيك زي الراجل. ويبقى شرط في اول الجواز لو كنتي في مواصلات مثلا الراجل ما يقوملكيش ويقعدك، يعني مع انه ده الطبيعه والفطره وكل شيء بيقول كده، ولكن خلاص بقى انت بقيتي متساويه مع الراجل. طيب هل يعني مثلا الراجل برضو هيشاركني في الحمل والولاده وهيشيل معايا البيبي انا مره وهو مره؟ لا، بس هو انت طالما قررتي تاخدي حقوقك فانت هنسلبك حقوق من الناحيه الثانيه. ده فخ ولا مش فخ بذمتك؟ اولا انت من حقك كل ده. الست ذات القيمة العالية بتطلب حقها كله على بعضه، مش عشان تاخد شوية حقوق تتنازل عن حقوق تانية. يعني مش عشان أنا يبقى من حقي إن أنا أشتغل يبقى أنا لازم أصرف مع جوزي في البيت، لا. وهتقولي لي أجيب منين راجل يصدق في الكلام ده؟ الرجالة كتير على فكرة. الرجالة، الراجل اللي هو راجل مش ذكر بس، الراجل اللي تفكيره سوي كتير. بصوا عارفين ذا بلايند ديت شو؟ برغم ان في ناس مختلفة او ناس متفقة مع الفكرة، وانا مش هقول انا متفقة ولا مختلفة، مش ده موضوعنا النهاردة، ولكن شايفين في بعض الرجالة كده كانت اللي هو هيدي الست كل حقوقها ولكن لا المصروف عليا. هو ده الراجل اللي انت تبقي عايزه تكملي معاه، مش راجل يقولك المصروف نص بنص وانت تقولي صح عشان المساواه وعشان انا ست قويه عشان انا اندبندنت. لا 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 لا، اولا مفيش حد اندبندنت ولا الراجل ولا الست، احنا ربنا خلقنا فعلا بنكمل بعض. بصوا حتى بيولوجيا الراجل ربنا خلقه مثلا عنده عضلات شويه اكتر من الست، فهو قادر ان هو يطلع يصطاد، وقادر ان هو حاليا بقى في الوقت اللي احنا فيه قادر ان هو يشتغل لحد الساعه 8 9 بالليل عشان يلبي احتياجات بيته، وقادر يعمل كل الكلام ده. والست برضو ربنا خلقها بيولوجيا قادره انها تحمل وتخلف وترضع، بتجيب بني ادم جديد للحياه، بتربيه تربيه سويه، وجسمها ونفسيتها مهيئه لده. يعني هي جسمها مهيئ لكده ونفسيتها عندها من الرحمه ومن الطيبه ومن الصبر ومن الحنان اللي يخليها تستحمل كل ده عشان تطلع انسان تاني للحياه. والوظيفتين يعني لا مفيش واحده فيهم اكبر من التانية. فالست تقدر تشتغل، الست تقدر تحمل وتخلف وتولد وتشتغل وتربي وتصرف على نفسها وتصرف على اولادها وتساهم في البيت، بتقدر على فكرة، بس بيفقدها كتير من انوثتها وانسانيتها وحبها لنفسها وحبها للي حواليها. مش هتبقى الست الهاي فاليو اللي انا بتكلم عنها. طبعا اي ست اضطرتها الظروف تعمل كده هي بطلة وبألف ست، لكن ده القدر ودي ظروف اضطرتها تعمل كده. فمش منطقي تعملي انتي في نفسك كده بمزاجك عشان تثبتي انك قوية ومش معتمدة على حد، لان انتي كست وانثى اصلا مش مضطرة تثبتي ده. انتي قوتك في انوثتك وذكائك وعاطفتك، مش بقوتك العضلية ولا انك تثبتي انك تقدري تعملي اللي الراجل بيعمله. تقدر الست تشتغل وتقدر تعمل كل اللي نفسها فيه، ولكن فيما لا يتعارض مع صحتها النفسية وفيما لا يتعارض مع انوثتها ما تصرفيش تحت شرط. بصوا يا جماعه، لو الراجل انسان كويس ولو الراجل اللي انت معاه بيديكي عينيه لو تطلبيها منه، طبيعي لو انت معاكي حاجه وهو محتاجها هتديله عينيكي، فده طبيعي. وانا عارفه انا بقول لكم ايه، يعني ده طبيعي. ولكن انه يبقى شرط مثلا قبل الجواز ده مجرد ان هو يديكي حقك في ان انت تشتغلي، في ان انت تنفعي المجتمع، وعشان كده تصرفي في البيت وخلاص تتحول دورك تماما لكأنك راجل وست اتضربوا في الخلاط وطلع كائن تالت كده، يا حرام، كائن مظلوم. لا، تبقي عارفه حقوقك وواجباتك كويس قوي، وطالما بتعملي واجباتك على اكمل وجه، وطالما انت قايمه بكل الواجبات بتاعتك، فمن حقك ان انت تطلبي حقوقك كلها من غير ما تتنازلي ولا عن اي حاجه، ولا عن ان انت تشتغلي، ولا عن ان انت يبقى ليكي حريه الاختيار في حياتك، ولا عن ان انت ولا عن اي شيء، ولا عن ان انت تنزلي في الشارع تحترمي، ولا عن اي شيء. اطلبي كل حقوقك كامله. ودي حاجه على فكره انا بقى نفسي الستات تدركها، انه العدل ان انت تطلبي كل حقوقك كامله. في الدين اصلا احنا اتكرمنا، احنا من حقنا كل حاجه، فما تجيش انت عشان تاخدي حاجات تتنازلي عن حاجات، اوعي تتنازلي. وده ياخدنا النقطه الثالثه، انت ما بتتنازليش. معاييرك عاليه في الجواز، معاييرك عاليه في الصحاب، معاييرك عاليه في كل شيء. خدي الشخص اللي يريحك بشكل كامل. العيوب اللي ممكن نتسامح فيها دي اللي هو ايه، يعني هو كان نفسي يبقى رومانسي اكتر من كده شويه بس هو تمام، ماشي، دي تعديها. كان نفسي يبقى مثلا بيعمل كذا بس هو تمام، يعني مش حاجه مضايقاكي قوي، ده اللي تعديه. لكن ان انت عايزه راجل يبقى بيحبك، رومانسي معاكي، ان هو ما يبصش لواحده غيرك، تبقي انت بس اللي ماليه عينيه،
ما يجرحكيش بان هو يبقى قاعد معاكي كده ويبص لواحده معديه، ان هو يسمح لك بكامل حريتك ان انت تنزلي تشتغلي طالما انت بتحترميه. وطبعا اي ست هاي فاليو، الست اللي بتكون ذات قيمه عاليه، طبيعي جدا هتحترم الراجل اللي في حياتها، سواء كان ابوها سواء كان اخوها سواء كان جوزها. ماديا برضو تبقي ذات قيمه عاليه، يعني ماديا من حقك ان جوزك يصرف عليكي، من حقك ان باباك يصرف عليكي، من حقك لما تطلبي شيء في حدود امكانياته الماديه يلبيهولك. طبعا ما يبقاش بخيل معاكي او يقولك ما تصرفي انت على نفسك، ابدا ما تسمحيش بيها. وفي نفس الوقت لما تشتغلي يبقى فلوسك من حقك. انت عايزه تصرفي، كتر الف خيرك، كتر الف خيرك. مش عايزه برضو براحتك. الست لما تكون مش عايزه تصرف على فكره بيكون ليها، الست الهاي فاليو اللي احنا بنتكلم عنها النهارده بيكون ليها وجهه نظر، بتكون مثلا عارفه ان هي لو عملت كده هيحصل مشاكل، عملت كده قيمتها هتقل في عين جوزها، عملت كده بتبقى عارفه ايه السلبي اللي ممكن يحصل. لكن لو هي عارفه ان هي مع انسان بيقدر، هي تلقائي اصلا هتعمل ده من نفسها. ولكن ده مش شرط عليكي ابدا، وبقول لك انه مش شرط، وما تسمحيش لحد انه يشترط عليكي شرط زي ده. وصدقيني هتوقعي في طريقك لو انت بتفكري بالطريقه دي وبتتعاملي كل اللي احنا بنتكلم عنه ولسه هنتكلم عنه النهارده، هتوقعي في طريقك الانسان الغالي اللي زيك. ما هو في برضه رجاله غاليه وفي رجاله مش غاليه، في رجاله هاي فاليو وفي رجاله لو فاليو. فاحنا بندور على الناس الهاي فاليو اللي زينا. كذلك في الصحاب، مش بالعدد. بصوا انا ما عنديش صحاب غير صاحبه واحده بس، فمش بالعدد، يعني مش بكتر الصحاب حوالينا. لو مش صاحبه هتساعدك ان انت تطوري من نفسك، مش صاحبه تفكيرها زي تفكيرك وقناعاتها زي قناعاتك وهتساعدك في رحله تطورك، يبقى بلاش منها. مش بالعدد، مش باللمه الكتير. احيانا اصلا اللمه الكتير دي بتكون لهو، احيانا اللمه الكتير دي بتلاقي فيها 2 3 بيصغروا لك او بيبصوا لك من تحت لتحت. فمش بالعدد. لو عندك عدد من الصحاب بيساعدك انك تتطوري، تمسكي بيهم جدا. لو ربنا ما رزقكيش بده، لان ده برضو رزق زيه زي اي رزق، فمش بالعدد. لو واحده بس كويسه فده كفايه. رابع حاجه بقى وهو المظهر الخارجي. انتي ست هاي فاليو صح؟ فانتي ست مهتمه بنفسها، ست مهتمه بشكلها، ست مهتمه بان طبقه صوتها تكون طبقه صوت ست، لبسها يكون لبس ست، تعاملاتها تعاملات ست، مشيتها مشيت ست. فكون ان انتي ماشيه ما تمشيش حتى بكتافك كده زي الراجل يعني، او برضو ما تكونش مشيتك يعني مش مؤدبه او مشيتك اوفر او ملفته بشكل سخيف. عشان اوضح لكم الموضوع اكتر، عشان ما يبقاش الموضوع يعني مبهم. طبيعي ان الست بتمشي بالهبس بتاعتها، يعني الست بتمشي بالنص التحتاني بتاعها، اللي هي بتمشي مشية ست، ولكن في نفس الوقت ما تكونش ماشيه ملفتة، او ماشيه بتقول الناس بصوا عليا، او ماشيه يعني بشكل مش محترم. لا، ولكن برضو مش ماشيه زي الراجل. ما تمشيش بكتافك زي الراجل، ما تمشيش كده منحنيه، ما تمشيش مكسوره. امشي مفرودة العود، وامشي مشية الست بشكل محترم، او بشكل يعني يليق بكونك ست هاي فاليو. بعد ما اهتميتي بنفسك واهتميتي بمشيتك واهتميتي بصوتك واهتميتي بكل شيء، اهتميتي صح، الناتج بقى انت هتحبيه جدا، هتحبيه جدا. انت لازم تكوني المعجب الاول بنفسك. لازم يعني مش لازم تشوفي نفسك بيرفكت عشان تبقي المعجبه الاولى بنفسك. لازم تبقي شايفه نفسك تستحقي الحب، حتى لو انت مش بيرفكت، حتى لو انت مش بيرفكت من وجهه نظرك كمان، لان هي وجهات نظر. الست البيرفكت ممكن تكون بيرفكت، يعني ممكن انت تكوني شايفه نفسك ممتازه جدا في حاجات فظيعه مالكيش مثيل، ممكن حد تاني يبقى رايه انه لا، الحاجات اللي عندك دي مش احلى حاجه هو بيحبها، او مش احلى حاجه هي بتحبها. فالموضوع نسبي اصلا، بس لازم انت في عين نفسك تبقي شايفه نفسك حلوه، لازم انت في عين نفسك تبقي شايفه نفسك فظيعه. الناس اتفقت معاكي في ده، الناس اختلفت معاكي في ده، راي حد فيكي كويس، راي حد فيكي وحش، طالما انت عامله اللي عليكي مع نفسك فانت شايفه نفسك جامده. الحاجه اللي بعد كده هي ان انت بتسعي تطوري من نفسك دايما. بصي، انت ممكن تكوني طيبه وحنونه، ممكن تكوني شكلك جميل ومشيتك حلوه وكل الكلام اللي احنا بنقول عليه ده، ولكن ممكن تكوني مش شاغله نفسك بنفسك، فهتبقي لو فاليو مش هاي فاليو. مش شاغله نفسك بنفسك، ما عندكيش كده اوضه في دماغك بتاعتك انت بس. لو تخيلنا ان الدماغ دي اوض، فانت عندك اوضه بتاعتك انت بس، عارفه انت عايزه ايه من الدنيا، عارفه خطه ال5 سنين او ال10 سنين الجايين هتعملي فيهم ايه وهتطوري من نفسك ازاي. ولنفرض مثلا انه في الشغل انت عارفه ان انت عايزه تشتغلي ايه، عارفه انت ال5 سنين الجايين دول عايزه تروحي فين،
بتطوري من نفسك دايما، بتطوري من نفسك فكريا، عندك دايما وقت تقري فيه صفحة من كتاب. بصوا لو طورتي من نفسك كل يوم 1%، هتطلعي اخر السنة متطورة 300%. لو انتي فكرتي كل يوم بس هتعلي 1%، هتقري صفحة من كتاب، هتسمعي شرح كتاب، هتسمعي ملخص كتاب. انا غالبا بسمعهم لاني بصراحة ما عنديش وقت ان انا اقرا، وبقرا حاجات كتير تانية علمية، فكمان مش هقرا يعني الموضوع كبير يعني. فلو انتي عندك ما عندكيش مشكلة ان انتي تقري في كتاب هتكتب، لو ما عندكيش مشكلة ان انتي تسمعي فيديو اسمعي فيديو. طوري من نفسك دايما، استغلوا حاجة حلوة قوي زي اليوتيوب عليه حاجات كتير رائعة. يعني سيبوكم من الحاجات التافهة وركزوا في الحاجات الرائعة، هيطور منكم كتير جدا. انا شخصيا ممتنة جدا لوجود اليوتيوب في حياتي. واوعي تقعي في فخ ان انتي تبقي فاكره ان تطورك مرتبط بتطور حد من اللي حواليكي مهما كان الحد ده عزيز عليكي. يعني هقول لكم على سبيل المثال، مثلا الست اللي عايزه ولادها يبقوا احسن شيء في الحياه، فهي هدفها، هي الخطه بتاعتها بتاعت ال5 سنين او 10 سنين او 20 سنه جايين، ان ابنها مثلا يدخل كليه معينه او يتخرج من مكان معين. مسير ابنك، حتى ابنك هيبقى ليه حياته المستقله. فانت فين؟ الست ذات القيمة العالية عارفة قيمة نفسها برغم كل حبها للي حواليها وكل اهتمامها بيهم. يعني مهما كنتي بتحبي ولادك ومهتمة بيهم وبتطوري منهم وحاطه لهم خطة، فين خطتك لنفسك انتي مش حد تاني؟ يا ريت تركزوا في الحتة دي كويس قوي. اخر حاجة عايزة اكلمكم عنها النهاردة، لو انتي عايزة تبقي ست ذات قيمة عالية، ست بتعبر عن مشاعرها. بصوا انا الفيديو اللي فات اللي هو بتاع متلازمة البنت اللطيفة، اللي هو ازاي ما تكونيش لطيفة طول الوقت، لو ما شفتوش يا ريت تشوفوه، مفيد جدا. كنت بتكلم فيه عن ازاي تعبري عن مشاعرك، اهميه ان انت تعبري عن مشاعرك عشان تاخدي حقك. فهو ده اللي انا بتكلم عنه النهارده. عبري عن مشاعرك، مش مكان ما بيحطوكي بتتحطي، يعني مش مكان ما بيسيبوكي بتتسابي كده. عندك رأي، لو في مكان انت مش حاسه ان انت واخده فيه احترام سيبيه. لو اشخاص حاسه ان هم بيضايقوكي في حياتك طلعيهم. دايما بيبقى ليك رد فعل، لو شخص تعدى عليكي بتبهدليه. فيعني احنا طيبين، الست الهاي فاليو ست طيبه، الست حنينه، ست عطوفه، ولكن ما تسمحش لحد يجي على حقها ابدا. عارفين القطه؟ هي بالظبط عامله زي القطه كده. القطه كائن لطيف وشكله كيوت، وتقعدي تملسي عليه وتقعد تحضنك وتقعد تمسح راسها فيكي ومش عارفه ايه، ولكن لما بتيجي عليها، يعني انا بكلمكم عن تجربه لاني مربيه قطه، لكن لو اي حد جه عليها بتعضه فورا، تخربشه فورا. فانتي ما بتسمحيش لحد يجي عليكي، بان انتي دايما بتاخدي موقف وتعبري عن مشاعرك مش مكتومه جواكي، لا مشاعرك بتطلع. بصراحه انا حاسه كده ان انا النهارده مبسوطه اكتر وانا بكلمكم، علشان قاعده كده بكلمكم كاني بكلم واحده صاحبتي، احنا قاعدين على الكنبه. وبصوا في هنا بقى او هنا كده لايك، يا ريت تدوسوا عليه ده لو عجبكم الفيديو طبعا. ما تنسوش يا حلوين، لو عندكم اي سؤال اكتبوه لي في الكومنتس، لو عندي فرصه اعمل له فيديو. انا اصلا بحب دايما اسئلتكم لانها بتديني افكار لفيديوهات جديده. وبس كده، هشوفكم ان شاء الله فيديو جديد على خير. باي باي.